هل يخاطب الله العالم؟ هل يتكلم الله مع البشر؟ هل الله موجود في السماء ولا يهتم بالبشرية، أو لا يهتم بالإنسان، أو لا يهتم بك؟ في رسالته إلى العبرانيين الإصحاح 1 الآية 1 كلمة الله تقول: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة. الله لما كلم الآباء، أي آباؤنا الأولين، كيف كلمهم؟ بالأنبياء وبأنواع وطرق كثيرة. فيجب أن تعلم يا أخي أو أختي أن الله خاطب العالم وخاطبه بالأنبياء، فنحن نعرف أن هناك أنبياء كثيرون تكلموا من عند الله، وأكثر من ذلك أن الله بأنواع وطرق كثيرة تكلم مع العالم، خاطب العالم. الله خاطب العالم بالطبيعة، الله خاطب العالم حتى بالحيوانات. ففي العهد القديم نرى أن حمار تكلم مع بلعام، لأن الله يريد أن يكلم العالم، فاستعمل شتى الوسائل من أجل التواصل مع الإنسان. المسيح قال آل إسرائيل أن حتى الأحجار تستطيع أن تتكلم، تستطيع أن تخاطب وتتكلم عن مشيئة الله، عن محبة الله. الله استعمل شتى الوسائل من أجل إيصال المعلومة لدى الإنسان، من أجل إيصال محبته للإنسان. وقال في نفس السياق وفي نفس النص لما قال أنه كلم الأنبياء، كلمنا بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة بابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين. فالله لم يكتفي فقط ببعث الأنبياء والملائكة، إلا أنه تجسد وجاء إلى العالم من أجل التواصل مع العالم، التكلم مع العالم، من أجل إظهار محبة الله، المحبة التي ليس لها أي مثيل في عالمنا هذا. فالله قرر أن يأتي إلى عالمنا لأنه إله يريد التواصل مع الإنسان، يخاطب الإنسان. وفي أيامنا هذه نرى أن الله يستعمل كل ما في حوزة البشر من أجل التواصل. واليوم التكنولوجيا هي وسيلة من الوسائل التي الله يستعملها، لأنه يريد التواصل مع الإنسان بطرق وبأنواع عديدة، ومن بينها التكنولوجيا التي بها تسمع اليوم لكلمة الله، لكلمة ربنا، لكلمة الخالق الذي يريد التواصل مع البشرية ويريد التواصل معك. فلك أن تتقبل كلمات الله الذي يريد أن يكلمك بأنواع مختلفة. الرب معكم.